الذي تربينا عليه والذي ربى جيلا بأكمله. الطاهر بن عيشة رحمه الله توفي هذا الأسبوع. تقرير عن الراحل ثم نعود للنقاش ومعنا. هنا في هذا البيت المتواضع ولد الطاهر بن عيشة قبل 90 عاما هنا بغمرة شمال قمار، وهذا البيت أصبح الآن عبارة على أطلال وبقيت منه سوى الذكريات. ولد السيد الطاهر بن عيشة بن حاج إبراهيم وأمه شيندالي تبر في هذا المكان المتواضع وفي هذا المنزل العائلي الذي أصبح الآن عبارة عن ذكرى من ذكريات التي ترافق المرحوم، وهو خامس إخوته وهو تقريبا أصغرهم. الطاهر بن عيشة الشمعة المتقدة في سماء الثقافة والإعلام الجزائري، تنطفئ إلى الأبد مفضية مسحة حزن على الساحة الثقافية في قمار والجزائر قاطبة. جئت اليوم لأحضر جنازة توديع واحد من كبار الجزائر، حاملا معي تعازي فخامة رئيس الجمهورية لعائلة الفقيد ولأبناء المنطقة. الجنازة مهيبة والجزائر تنعي الرجل المثير للجدل في آخر رحلاته إلى مثواه الأخير. واليوم نودع نخلة سامقة، نودع علما من أعلام الجزائر. واليوم أنا لا أقول ولاية وادسوف تفقد وحدها محمد الطاهر بن عيشة، بل أقول الجزائر كل الجزائر تفقد محمد الطاهر بن عيشة. كما جاء من هذه المنطقة عاود رجع المنطقة هذه وحياته كاع ما نساش منين جاء، ولعل لربما أنا سبب سر النجاح تاعو هو عدم نسيانه أنه أتى من قرية صغيرة. المفكر الطاهر بن عيشة الذي أجمع الكثير ممن عرفوه أنه المثقف الموسوعة الذي يتقن لغة السرد ويجيد فن المشافهة، وكانت له غيرة شديدة على الثقافة الجزائرية. عميد الصحفيين الجزائريين الطاهر بن عيشة مثقف من طينة الكبار، حارب من أجل تحرير أرض الوطن من براثن الاحتلال، وظل طيلة حياته وفيا لمبادئه التحررية. غيب الموت إذن أحد رموز الجزائر، وغابت معه شهادات كثيرة، كيف لا، والراحل يعد من الشاهدين الكبار على التحولات الكبيرة والصغيرة التي عاشتها الجزائر. المؤرخ الكبير الفقيد الطاهر بن عيشة فارق الحياة مخلفا إرثا عظيما يعد ذاكرة للجزائر المعاصرة لعمق ثقافته ورسوخ أفكاره فيما هو حداثي وعقلاني. ورغم أن الرجل عاش كالظل ولم يأخذ حقه على غرار العديد من الرموز، ها هو يرحل عن عالمنا بعد حياة حافلة بالعلم والتجديد على مستوى الجزائر والعالم الإسلامي. إذا مشاهدينا الكرام، رحيل الطاهر بن عيشة عميد الإعلاميين الجزائريين كان خبره متوقعا لدى الكثير من متتبعي المشهد الثقافي في الجزائر. الطاهر بن عيشة هو المثقف الجزائري والإعلامي الذي تجاوز نفسه وتجاوز السلطة معا. الطاهر بن عيشة لم يتحزب يوما، كان وفيا لشيوعيته التي لطالما جاهر بها. هو عميد للإعلاميين الجزائريين مشاهدينا الكرام، لكنه لم يلقى الاهتمام السياسي وحتى الثقافي الكريم. ربما كرمته بعض الجمعيات الثقافية المبتدئة وبعض الجمعيات التي لها حضور في الساحة، لكنه لم يحظى بتموقعه السياسي اللازم. ربما لم تستفيد منه الجزائر مثل ما هو واجب جاهدة، وهو حال كل المثقفين في هذا البلد للأسف. إذن الطاهر بن عيشة الموسوعة والمتنقلة مثل ما يلقبه الكثير من الصحفيين، الذي ظل متمسكا بمبادئه وقيمه حتى اللحظات الأخيرة. كان آخر ما كتبه الطاهر بن عيشة: سنبقى نمضي في الطريق الخاطئ الذي يعرف أوله ولا يعرف آخره، وفي النهاية الخط الفيصل هو تحكيم العقل، لأن النضال الذي يجب التخطيط له من قبل طلائع التغيير هو نضال لم نناضله بعد، وهذا التغيير سيكون بدوره نتيجة لنضال لم نناضله بعد.
إذا ألف رحمة على روح الصحفي الكبير الطاهر بن عيشة. عسى ربما أن يكون رحيله صفعة للاهتمام بمن بقي من مثقفي وكبار هذا البلد جهيدة. نعم، إذا مشاهدينا الكرام، الشروق مورنينج ويكند متواصلة معكم إلى غاية 10 صباحا.